يا سعيد يا ابني، لو تريح قلبي وتقول لي مالك. مفيش يا ماما. وشايل هم الدنيا ليه بس كده يا حبيبي؟ قلت لك مفيش يا ماما. الله، هو تحقيق ولا ايه؟ خليه براحته يا ام سعيد، ما تضايقهش اكتر من كده. يعني عاجبك احوال ابنك دي؟ داخل خارج زي التايه يا عين امه. يا ام سعيد ده ابننا الوحيد، ابننا اللي طلعنا بيه من الدنيا. ما انت شايف بقى عامل ازاي. طب هدي نفسك وروح اعملي لنا كوبايتين شاي. حاضر يا اخويا، بس اوعى تسيبه قبل ما تعرف فيه ايه. انت بتفكر في ايه يا ابني؟ في الجواز يا بابا. ده يبقى يوم المنى. الشاي يا ابو سعيد. قولي شربات شربات يا ام سعيد. ايه شربات؟ حته واحده كده؟ سعيد عاوز يتجوز. انا قلبي كان حاسس. قول لي بقى، تبقى مين العروسه وانا اروح اخطبها لك حالا؟ ما هي دي المشكله. مشكله ايه يا ابني كفالة الشر؟ يا ام سعيد استني. مالها يا ابني؟ دي تبقى بنت الدكتور عاصم اللي كان عميد الكليه. والدكتور ده يا ابني عارفك ويعرف ظروفك؟ لا يا بابا، بس هي عارفه ظروفي واحنا متفاهمين. بس ابوها ممكن يقف في طريقكم يا ابني. ما هو ده اللي مخوفني يا بابا ومخليني مش عارف اعمل ايه. ما فكرتش يا سعيد ان الجواز يلزمه التكافؤ بينك وبينها؟ فكرت طبعا يا بابا. هو مفيش تكافؤ من الناحيه الماديه، لكن احنا بنحب بعض ومتفقين وعارفين هنعمل ايه. الحقيقه يا ابني انا مش مطمن. الحب يا ابني مش كل حاجه. يعني هو الدكتور هيلاقي احسن من سعيد فين؟ يا ام سعيد اصبري شويه. انا كنت افضل يا سعيد يا ابني انك تختار بنت من توبك. حضرتك ما تعرفش الراجل يا بابا. مش عارف اوصفها لك ازاي. اذا كنت مصمم يبقى نروح نخطبها لك، ولو ابوها رفض نبقى عملنا اللي علينا. هو ده الكلام يا ابو سعيد. لكن يا بابا لو جيتوا معايا والدكتور رفض هتبقى اهانه لا يمكن اغفرها لنفسي ابدا، ومش هقبلها لا من الدكتور عاصم ولا من غيره. خلاص يا سعيد يا ابني، خلاص تروح انت لوحدك. عين العقل يا ام سعيد. تروح يا ابني تقابله، تعرفه بنفسك وتشرح له ظروفك، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ايوه، وهو ده اللي انا فكرت فيه يا بابا. على بركة الله يا ابني، ربنا يوفقك. روح يا ابني، ربي وقلبي داعين لك. مش دي فيلا الدكتور عاصم؟ ايوه، اي خدمه؟ الدكتور موجود. الدكتور موجود. في ميعاد سابق؟ الحقيقه مفيش ميعاد، لكن انا جاي له في موضوع مهم وعاجل جدا. طب نقول له مين حضرتك؟ سعيد عبد الكريم. لحظه واحده. اتفضل يا استاذ. متشكر. ياه، ايه ده كله؟ معقوله القبهه دي كلها؟ انا خايف ما اقدرش اقول كلمتين على بعض. لا، تخاف مني يا سعيد، ولا يهمك. لو ما دافعتش عن حبك هيضيع منك كل شيء. اهلا يا ابني، اتفضل. انا سعيد عبد الكريم، تلميذ حضرتك يا دكتور. خير يا ابني. طب واقف ليه؟ اتفضل اقعد. انا تعينت معيد في الكليه. اهلا وسهلا. اي مساعده اقدر اقدمها لك؟ انا كنت قصدي يعني انا جاي اطلب ايد الانسه راجيه يا دكتور. ايه؟ انت تطلب ايد راجيه؟ ايوه يا دكتور. ويا ترى جاهز بقى للجواز؟ انا معيد في كليه الحقوق وبشتغل بعد الظهر في مكتب استشارات قانونيه، وان شاء الله هكون جاهز في اقرب وقت. ويا ترى هتقدر تعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه؟ بمرتبي على مرتبها. مرتب ايه يا ابني؟ قصدي اقول لحضرتك يعني اننا ممكن نعيش مستورين. تعرف ان مرتبك اللي بتتكلم عنه ده ما يشتريش فستان من فساتينها؟ لكن في المستقبل انت ازاي تفكر في المستقبل وانت في وضع زي ده؟ يا دكتور انا دي جرأة منك، مجرد التفكير في ارتباطك ببنتي. اوعدك يا دكتور عاصم اني هعمل المستحيل عشانها. المستحيل انك تتخيل اني ممكن اوافق على الكلام الفاضي ده. حتى لو كنا بنحب بعض. حب ايه يا ابني؟ لكن حضرتك كده بتجني علينا. انا اب البنت وحيدة عايزها تعيش في سعادة وهنا، مش تعاني وتشيل الهم. انا اسف يا ابني. ولو كان ليها رأي تاني؟ دي بنتي الوحيدة وانا عارف مصلحتها فين وسعادتها مع مين. يا بشير، عم بشير. يا فندم يا سعاده البيت. انده للست راجية وقول لها اني عايزها في المكتب.
يا ست راجع. ست راجع. ايوه يا عم بشير. البيع عايزك في المكتب. حاضر يا عم بشير. ادخل. افندم يا بابا. تعالي يا بنتي، اقعدي. الاستاذ سعيد قال عايز يتجوزك، بس انا مش موافق. بس يا بابا سعادتي وحياتي كلها مع سعيد. راجع وبعدين معاكي. تأكد يا دكتور عاصم ان انسة راجية هتكون في عيني. اسكت انت خالص. يا راجع يا بنتي، فكري بعقلك مش بقلبك. انا فكرت وقررت يا بابا. راجع، امشي اطلعي اوضتك. اتفضل يا استاذ، المقابله انتهت. ما كنتش اتصور ابدا الموقف ده. الدكتور عاصم. ايوه يا مصطفى، مين كان يصدق؟ ومبادئه ونظرياته وعصامية الانسان. كلام كانت مجرد نظريات، حبر على ورق. اللي اقول يا سعيد. ايوه يا مصطفى. هو انت ما سمعتش عن الدكتور نبيل عبد الظاهر؟ دكتور نبيل عبد الظاهر؟ ماله؟ لا 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 ابدا، باين عليك اخر من يعلم. ما تتكلم يا مصطفى، في ايه؟ لا ابدا، انا افتكرت انك عارف يعني. دي الكلية كلها ملهاش حديث الا عن الدكتور نبيل عبد الظاهر اللي رايح جاي مع الدكتور عاصم في البيت في الكلية. وسمعت يعني والله اعلم ايه؟ انه هيخطب راجع. مش الدكتور نبيل اللي عمل صفقات تجارية في اوروبا وبيلعب بالفلوس لعب؟ ايوه 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 ايوه، قلت لي دلوقتي بس فهمت ليه الدكتور عاصم رفض يجوزني راجية بنته. بس ده مش هيحصل يا مصطفى، مستحيل 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 راجية تكون لحد غيري، ابدا 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 مستحيل. مش كده يا بنتي، ده برضه ابوكي وعايز مصلحتك. يا ماما انا مش صغيرة. ايه يا راجل يا الله، كفايه عياط بقى، ارحمي نفسك شويه. اصل ده ما يرضيش حد ابدا يا ماما. عايزه تخرجي عن طوع ابوكي؟ يتحكم في اي حاجة تانية زي ما هو عايز، بس ما يتحكمش في قلبي، ما يبيعنيش بالفلوس يا ماما. الله، انت بتقولي ايه؟ يبيعك ازاي كفل شر؟ وبعدين اتكلمي يا راجل، ده انا امك يا حبيبتي، ردي عليا، ما تخبيش عليا حاجه. اتكلمي يا حبيبتي، يمكن اقدر اساعدك. بابا عايز يجوزني لنبيل عبد الظاهر. نبيل عبد الظاهر؟ طب وعرفتي منين؟ الكلية كلها بتتكلم عن الموضوع ده يا ماما. طب وماله يا بنتي، يبقى ابوك اختار لك وهو ادرى بمصلحتك برضه. وانا قلبي اختار يا ماما. ارجوكي ارجوكي يا ماما، شوفي لي حل للموضوع ده، انا خلاص هتجنن. يعني مصممه برضه على سعيد؟ انت لسه بتسأليني يا ماما. طب تبقي تصبري لغايه ما باباك يقتنع، وانا من ناحيتي حامل اللي عليا. ارجوكي يا ماما، ارجوكي وحياتي عندك تقفي معايا. ربنا يقدرني يا بنتي، انا عايزه ايه غير سعادتك يا حبيبتي. عجباكي تربيتك يا هانم؟ والله انا احترت بينك وبين بنتك يا دكتور. طب وبعدين؟ انا اديت كلمه للدكتور نبيل. وهي رافضاه. يعني ايه؟ مفيش فايده من محاولاتنا، لازم نرضى بالامر الواقع. عاوزاني اوافق على واحد ممكن يجوعها؟ بس هي بتحبه. حب ايه وكلام فاضي ايه؟ انت نسيت يا عاصم لما جيت تخطبني كان مرتبك كام؟ ده كان زمان، وبعدين انا بنيت نفسي بنفسي. يبقى سعيد ما غلطش لما جه يخطب راجية، والمستقبل قدامهم، ويمكن ظروفهم النهارده احسن من ظروفنا احنا زمان. يعني انت موافقه البنت دي على اختيارها؟ راجية هي اللي هتتجوز يا عاصم، وسعيد ما فيش عيب. يعني عايزاني اوافق؟ ما تقفش في طريق سعادتها يا عاصم، دي بنتنا الوحيده. ايوه بس والدكتور نبيل مالوش اسمه. والله ما انا عارف اعمل ايه. خلاص هي حره. قول موافق، دي راجية هتطير من الفرح لما تعرف انك وافقت. يا راجية يا راجية راجية، في ايه يا ماما؟ تعالي يا بنتي تعالي. تعالي يا راجية. ايوه يا بابا. اصرارك يا بنتي على سعيد وتمسكك بيه خلى ما فيش قدامي حل غير اني اوافق. صحيح يا بابا. دي حياتك يا بنتي، وانت ادرى بسعادتك. هتكون مع مين؟ الف مبروك يا بنتي، الف مبروك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي. فين التليفون؟ التليفون يا ماما، سعيد لما يعرف ان بابا وافق هيفرح قوي. فين التليفون؟ شفت يا عاصم البنت هتطير من الفرح ازاي. لا اله الا الله، فعلا انا كنت غلطان.
ربنا يسعدهم. يا ابني اسمع كلامي، دول 4000 جنيه كنت شايلهم للزمن، خدهم ينفعوا في شراء العفش ولا مقدم الشقة يا سعيد. يا بابا انا وادي الحتتين الصيغة دول، خدهم بيعهم ينفعوك. بابا ماما، معقول ده؟ مش ممكن ابدا. لا بدل ما تاخدوا مني تدوني. لحد امتى يا بابا؟ لحد امتى؟ لا يا بابا. بكرة يا ابني لما تكبر في وظيفتك وربنا يسترها معاك وييسرها معاك ابقى ارده. يردهم ده ايه يا ابو سعيد؟ ده اليوم اللي احنا بنستناه من زمان يا اخويا. حبيبتي يا ماما، ايدك يا بوسة، ربنا يخليكوا ليا. بس عايزك تاخد شقة برحة 3-4 اوض علشان لما نيجي نزوركم نلاقي اوضة لينا. ده انتوا في عينيا الاتنين يا بابا. والعفش يا سعيد اوعى، لازم يكون من العفش الغالي عشان يليق بعروستك ويليق بيك يا استاذ الحقوق. ايوه يليق بدكتور المستقبل. فعلا يا بابا، علشان كده انا دورت لغاية ما لقيت شغل بعد شغل مكتب الاستشارات القانونية. شغل تاني يا ابني؟ ايوه يا ماما، ما انت عارفة بقى تكاليف الجواز قد ايه. يا ابني ما كفايه عليك شغل الجامعه والمكتب، انت هتلاقي صحه لكل ده فين بس؟ طول ما في هدف يا بابا كله يهون. لا، لحد امتى هتفضل في الشقه ده يا سعيد؟ ده انت طول عمرك يا ابني شقيان وبتساعد ابوك في العيشه. كنت تخرج من المدرسه على الشغل، حتى لما دخلت الجامعه يا ابني فضلت شقيان لحد ما اتخرجت. هي دي الرجوله يا ام سعيد، والنتيجه قدامك اهي، الاول على الدفعه على طول. ربنا يقويك، ربنا يتمم لك بخير يا حبيبي. على مهلك شويه يا بنتي، هي الدنيا طارت. يا ماما يا حبيبتي، اللي فاضل 3 ايام لازم كل شيء يكون جاهز. ولزوم ايه الاستعجال بس يا راجيه؟ انت متضايقه يا ماما؟ يا بنتي ده انا بستنى اليوم اللي اشوفك فيه في بيت العدل، بس مش بالطريقه دي. انت قلبت الشقه وشغلانه كلنا معاكي. ماشي يا ست ماما، لما بابا يرجع هشتكيكي له. يا حبيبتي المفروض ان الحاجات دي كلها كنا نعملها براحتنا. ده جواز يا راجل، يا جواز. ماما يا حبيبتي، بصراحة بقى أنا اللي مستعجلة وعايزة أغمض وأفتح ألاقيني في شقتي. منك يا شقية وتتعبي قلبنا معاكي بالشكل ده. فرحانة يا ماما، فرحانة. الله بقى، ربنا يسعدك يا حبيبتي ويتمم لك بخير. خليكي انت يا ماما، أكيد سعيد. ألو؟ فيلا دكتور عاصم؟ أيوة يا فندم، أي خدمة؟ انا بكلم حضرتك من المستشفى التخصصي يا فندم. مستشفى؟ ايوه يا فندم، اصل الاستاذ سعيد عبد الكريم تعب شويه في الشغل وزمايله نقلوه المستشفى. سعيد؟ ازاي الكلام ده وامتى؟ اطمني يا فندم، هو بقى كويس وكلفني اتصل بحضرتك وابلغك. متشكرة قوي، انا جاية حالا. ماما الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما. سعيد يا ماما، سعيد. راجية، سعيد يا حبيبي، مالك؟ اطمني يا حبيبتي، اطمني، دي حاجة بسيطة. ايه اللي حصل يا سعيد؟ ما تتخضيش يا راجية، دول شوية ارهاق مش اكتر. ارهاق ايه بس؟ ده انت شكلك تعبان قوي. انا بقيت كويس الحمد لله. فهمني يا سعيد، عندك ايه؟ ابدا يا حبيبتي، وانا في الشغل حسيت بشوية صداع ودوخة واغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي هنا في المستشفى. ايوه حبيبي، بس انت تعبان قوي، انا لازم انقلك لمستشفى تانية حالا. مستشفى تاني ايه بس؟ ده انا من ساعة ما جيت هنا ما سابونيش لحظة واحدة، ولقيت اهتمام ما كنتش احلم بيه. طب والدكتور قالك ايه؟ هو لسه ما قالش، لكن عمل لي رسم قلب ورسم مخ واشعة مقطعية على المخ، شغلانة كبيرة من غير داعي. انا بقيت كويس خلاص. هروح اشوف مدير المستشفى فين وارجع لك. يا حبيبتي مفيش داعي، قلت لك انا بقيت كويس. لا، علشان اطمن مش اكتر، علشان خاطري يا سعيد. براحتك، اسألي الممرضة وهي هتقولك على كل حاجة. ارجوك يا دكتور، طمني لو سمحت. ما تقلقيش بالشكل ده، بعدين انا ما اقدرش اجزم بحالته الا بعد ما تجيلي نتائج الاشعاعات ورسم القلب ورسم المخ. هو ايه لزوم الحاجات دي كلها؟ هي حالته تستدعي كل ده؟ مش عايزين نسبق الاحداث يا انسه، نشوف نتائج التحاليل ونعرف الحقيقه، وان شاء الله ما يكونش في حاجه تخوف. عن اذنك. سلامتك يا ابني، الف سلامة. الله يسلمك. مالك يا سعيد؟ ما تخافش يا بابا، انا بقيت كويس الحمد لله. يا ما قلت لك يا ابني ما تجهدش نفسك، ادي النتيجة.
وبعدين يا ماما وبعدين؟ اطمني يا حبيبتي مفيش حاجة. ولما ما فيش حاجة حاجزينك ليه يا ابني دلوقتي؟ ما يخرجوه. ما هو لغاية ما تظهر نتائج التحليلات والأشعات يا بابا. ودي بقى هتاخد وقت طويل يا ابني. لا 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 ابدا يا ماما، ده حتى راجية راحت تقابل الدكتور المختص وزمانها جاية. ربنا يا ابني يجيب العواقب سليمة يا رب. ده احنا ملناش غيرك في الدنيا، كان مستخبي لنا فين ده بس. اقوم انا اصلي العصر على ما تكون راجية جت تطمنا، وان شاء الله ناخدك معانا. يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، احنا بايدينا ايه نعمله؟ سعيد لازم يعيش يا بابا، لازم يعيش. يا بنتي الاعمار بيد الله، حرام عليكي. وكلام الدكتور يا بابا ونتائج التحاليل. الطب اتقدم يا راجية واكيد هنلاقي علاج. الدكتور بيقول ان الحالة متأخرة وانه مش هيعيش غير شهور وانه ممكن يموت في اي لحظة. يبقى ده قدره يا بنتي. والقدري انا يا بابا. يا بنتي يا حبيبتي، احنا نحمد ربنا اننا لسه على البر. يعني ايه يا بابا؟ يعني ما حصلش جواز. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا بابا؟ راجل يا بنتي، كفاية قوي كده. انا وافقت انك ترتبطي بيه رغم الفارق اللي بيننا وبينه، لكن النهاردة انا ما اقدرش. حضرتك عاوزني اتخلى عنه؟ انا ما قلتش كده، نقف جنبه للنهاية بس بدون جواز. اظن انت فاهماني. بابا انا هتجوز سعيد وفي نفس الميعاد اللي حددناه. انت اتجننتي؟ بعد كل اللي عرفناه مش ممكن. اجوزك ليه علشان ترجعي لي بعد اسبوع ولا شهر ارملة؟ لا 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 مستحيل. ارجوك يا بابا ارجوك، لو بتحبني حقيقي حقق لي رغبتي. يا بنتي يا حبيبتي، انا لو بكرهك اعمل اللي بتقولي عليه. بابا لو حضرتك ما وافقتش انا هتجوزه من غير موافقتك. انت بتخالفيني يا بنت. انا اسفه يا بابا. يا بنتي ده ممكن في اي لحظة. لو فاضل في عمره يوم واحد برضه هتجوزه. وهو هيرضى بكده بعد ما عرف ان ايامه في الدنيا معدودة؟ ما تحاولش يا بابا، انا هتجوزه يعني هتجوزه حتى لو فاضل في عمره ثانية واحدة. يا بنتي يا حبيبتي فكري، بلاش القرارات المتسرعة دي، الموقف محتاج تفكير طويل. بالعكس يا بابا بالعكس، الموقف ما يحتملش اي تفكير. طيب اسمعيني، انا ممكن اوافق بس بشرط. شرط؟ ايه هو يا بابا؟ لو الدكاترة هنا قالوا ان في امل في علاجه في الخارج، انا مستعد اسفره وعالجه على حسابي، ولما يرجع تتجوزه. لكن لو قالوا غير كده، انا قلت لحضرتك لو هيعيش يوم واحد برضه هرتبط بيه. وانا تعبت معاكي. اعملي اللي انت عايزاه بس مش هتلاقي حد مننا يقف جنبك. هتفضلي حابسه نفسك في اوضتك كده على طول يا بنتي؟ سيبيني لوحدي يا ماما ارجوك. مش معقول ابدا اللي بتعمليه في نفسك ده. الله، واخرته ايه بس؟ خلاص خلاص يا ماما، تعبت قوي. راجية يا راجية، صح يا بنتي؟ اتفضل يا بابا، الباب مفتوح. ايه يا حبيبتي؟ ايه بتعيطي ليه؟ الله 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 الله، ليه كده يا راجل؟ مالك يا حبيبتي؟ وبعدين بقى ما تعمليش كده في نفسك يا بنتي ارجوكي. ايه اللي حصل بس؟ سعيد يا بابا، سعيد ماله؟ عمل ايه؟ مش عاوز جوازنا يتم، خايف عليا يا بابا، مش عايزنا نتجوز. سعيد هو اللي مش عايز يرتبط بيكي؟ ايوه يا بابا ايوه، حد كان يصدق وانت اللي ظلمته. الولد ده فعلا نبيل، انا ما كنتش فاكره بالاخلاق دي ابدا. امال انا متمسكه بيه ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ فعلا يا بنتي ده انسان عظيم، انا كنت غلطان في حكمي عليه. طب والعمل يا بابا هنتصرف ازاي؟ ارجوك يا بابا ارجوك. هنروح له المستشفى يا راجل. نروح نعمل ايه؟ لازم نخرجه من المستشفى ويسافر يتعالج في الخارج، ومهما كانت التكاليف انا مستعد ان شاء الله لاخر مليم احتكم عليه. بابا معقول اللي حضرتك بتقوله ده يا بابا؟ انا مش مصدقه نفسي. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. بس يا حبيبتي، بس يا روح قلبي، بس يا حبيبتي، ده اقل واجب يا بنتي. بعد ما اخطأت في حقه وحقك لازم اصلح الخطأ ده باي شكل. احنا مش ممكن نلاقي راجل بالنبل ده ابدا. يا حبيبي يا بابا ربنا يخليك ليا. يلا بينا يا بنتي علشان نخلص الاجراءات دي بسرعة. لكن يا بابا تفتكر هنقدر نقنعه؟ سيب المسألة دي عليا انا، يلا بينا مفيش وقت.
خلي عندك امل يا سعيد، وان شاء الله هتتعالج وهتخف وهتبقى عال. مصطفى غير الموضوع، بابا وماما جايين وما يعرفوش حاجة عن حقيقة مرضي أرجوك. والزملاء في الجامعة عاملين ايه دلوقتي يا مصطفى؟ كلهم يا سيدي بيسألوا عليك وبيستعجلوا رجوعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. انت النهارده احسن كتير قوي يا سعيد. الحمد لله الحمد لله. ايوه يا ستي يا ابني، ان لبدنك عليك حق. صحيح يا عم. يا مصطفى يا ابني، سعيد طول عمره شقيان ما بيرحمش نفسه. مش حضرتك يا بابا طول عمرك بتعلمني ان الحياة كفاح ولازم الانسان يفني حياته في عمله؟ مش لدرجة ان الانسان يشتغل 20 ساعة في اليوم. طب وده معقول؟ بعد ما تخرج بالسلامة يا سعيد لازم تسيبك بقى من الشغل الكتير ده. كفاية عليك يا حبيبي شغل الجامعة. حاضر يا ست الحبايب. ايوه يا ستي، اديله كل الاوامر اللي عندك، بس بعد كده هتبقى الاوامر من جهة تانية خالص. جهة تانية؟ جهة تانية يعني ايه بقى؟ ايوه يا ام سعيد، يعني شريكة حياتك. انت هتخرج امتى حبيبي؟ مش برضو البيت اريح لك ولينا؟ اديني قاعد لغاية ما الدكتور يقرر خروجي. وهو فيه عناية احسن من البيت برضه، مش كده ولا ايه يا مصطفى؟ طبعا 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 يا عمي، كلامك صح. اسيبك بقى يا سعيد دلوقتي، وبكره ان شاء الله هجيلك من بدري. لا 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 ما تتعبش نفسك يا مصطفى، يعني كلها يوم ولا 2 بالكتير ويكتبوا لي خروج. لو حبيت اوصلكم يا عمي انا معايا العربيه. ايوه زي بعضه عشان زحمه المواصلات يا بابا. يلا 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 اتفضلوا، مصطفى يوصلكم في طريقه. طب ما احنا قاعدين معاك شويه يا ابني. خليه مرتاح يا ام سعيد، وادينا اطمنا عليه. يلا بينا يا مصطفى يا ابني. اتفضل يا عم. مع السلامه. مع السلامه حبيبي. يلا يا ابني. يا حبيبي ما تبقاش عنيد ووافق. مساله العلاج في الخارج دي محلوله، لان مجلس الجامعه وافق على سفر العلاج على نفقه الجامعه. المهم راي الدكاتره هنا. يا ابني يا حبيبي، لو الامل 1% هتسافر، وانا المسؤول عن كل المصاريف. ارجوك يا سعيد. خايف يا راجل خايف. خايف من ايه بس يا ابني؟ مش عايز اموت بعيد عن اهلي وعنكم. نعمل اللي علينا يا ابني، وان شاء الله تتعالج وترجع لنا بالسلامه. قول موافق يا سعيد. بابا وماما ما يعرفوش اي شيء عن حقيقة مرضي، ولو عرفوا اني مسافر للعلاج. مش لازم يعرفوا، هنقول مسافر في منحة من الجامعة، ولما ترجع بالسلامة ابقى قول لهم. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتور عاصم، كتير قوي اللي بتعملوه ده. ما تقولش كده يا سعيد. يا ابني انت بقيت مننا، بس مش عاوزين نضيع وقت. ومين هيسافر معايا يا بابا؟ ودي عايزة سؤال. مين يا دكتور؟ راجية طبعا. ازاي بس؟ تتجوزوا وتسافروا. يا حبيبي يا بابا، معقول اللي بتقوله ده؟ ايوه يا اولاد، من النهارده مفيش اي قوه هتفرق بينكم. معقول يا دكتور عاصم؟ انت انسان عظيم عظيم قوي. ما تستغربش يا ابني، انتم اديتوني درس كبير. تمسككم ببعض واصراركم رجعني لنفسي ومبادئي، وفوقتوني من كابوس كان هيضيع سعادتكم وسعادتي. يا حبيبي يا بابا. يا سلام يا دكتور عاصم، تعرف فكرتني بمحاضراتك في الكلية. هروح اقابل الدكتور واخلص اجراءات خروجك من المستشفى عشان تستعدوا للسفر. بسرعة يا بابا بسرعة قبل سعيد ما يرجع في كلامه. خلاص يا اولاد، يلا يا راجية لم حاجة سعيد بسرعة عشان نروح. الدكتور قال لحضرتك ايه؟ احنا مش هنستنى رأي الدكتور، هتسافر الخارج وهناك يعملوا اللازم. طيب اتصل ببابا واعرفه اني خارج النهارده. وتتصل بيه ليه؟ احنا هنخرج من هنا على الفيلا وهتقعد معانا لغاية ما تسافر. بس مش معقول يعني. ليه بس يا سعيد؟ يا ابني الفيلا واسعة وانت عارف. معلش يا دكتور، اروح عندنا وبعدين ايه؟ هنروح النهاردة على الفيلا وبكرة هيبقى فرحكم. لكن الشقة لسه مش جاهزة يا عمي، ومفيش داعي للاستعجال يعني. يا ابني الشقة دي مش هتبقى للسكن، دي هتكون مكتب ليك بعد ما ترجع. حضرتك بتقول ايه؟ ايوه يا سعيد، انت وراجية هتقعدوا معانا. يا دكتور ارجوك ما تعارضنيش. لكن يا دكتور عاصم انا يا ابني يا حبيبي، انا اتحرمت من اني يكون لي ولد. راجية بنتي هي اللي مالية عليا دنيتي، وانت هتبقى زي ابني. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور عاصم. قول موافق يا سعيد ارجوك. الحقنا يا دكتور. في ايه يا هدى؟ المريض اللي في اوضه 10 ماله؟ حالته سيئه جدا يا دكتور. طب روح انت بسرعه ركبي له المحاليل وانا جاي حالا. انا تعبان، حرام عليكم يا دكتور، دي حالته بتسوء يوم بعد يوم. ايه اللي انت حاسس بيه؟ تعبان قوي يا دكتور. تعبان قوي. مين اللي كشف عليه يوم ما جه المستشفى؟ حضرتك يا دكتور،
وعملت له تحاليل ورسم قلب ورسم مخ، وحضرتك قلت ما عندوش حاجه، وهي حالته زي ما انت شايف. غريبه يا محمد، هات لي دوسيه المريض ده وتعالى فورا. حاضر يا دكتور. ارجوك تطمنا يا دكتور، في ايه؟ ما تخافش يا استاذ، دلوقتي نعرف كل حاجه. هو حضرتك مين؟ انا اخويا يا دكتور. اطمن ما تقلقش. اتفضل يا دكتور. هات يا سيدي. مش ممكن، حاجه غريبه يا محمد. ايوه يا دكتور. المريض ده يتعمل له رسم قلب ورسم مخ والتحليلات والاشعاعات اللي في الورقه دي فورا. حاضر يا دكتور. وتجيب لي النتائج بسرعه. حاضر يا دكتور. هو في ايه يا دكتور؟ دلوقتي نعرف كل حاجه. مفيش فايده يعني؟ انا تعبت غصب عني يا ابني. وانا ذنبي ايه بس؟ انت تعبت لي اعصابي خالص، هو انا ناقصك؟ يوه، ما تنده لاي حد من الممرضات يدي لك حاجه تهدي الكحه دي شويه، ولا اسيب لك الاوضه واخرج؟ هاخد يا ابني هاخد، بس دوس على الجرس اللي جنبك لو سمحت. في حاجه يا استاذ؟ الراجل تعبان، ما بطلش كحه لما تلف لي اعصابي. زي ما يكون الدواء اللي خدته زود الكحه يا ابني، مش عارف اعمل ايه. حالا هجيب لك الدكتور، بس لو سمحت صوتكم عالي قوي، في حالات تعبانه جدا، ما تنسوش اننا في مستشفى. حاضر حاضر يا ابني حاضر. يوه، يظهر مفيش فايده، انا سايب لك الاوضه وشايف لي حته تانية. سلام عليكم. ازاي يا دكتور احمد تقع في الخطأ ده؟ ده مش خطأنا احنا يا دكتور حسان. امال خطأ مين؟ دي مسؤولية موظف التسجيل الطبي يا فندم. حتى لو كان خطأه ده لا يعفيك من المسؤولية. انت عارف نتيجة الخطأ ده كانت ايه يا دكتور احمد؟ حصل ايه يا دكتور؟ خير. اللي حصل ان في مريض حالته سيئة ما اخدش اي علاج نتيجة التشخيص الخاطئ، والتاني ما كانش عنده اي حاجة واخد ادوية كان ممكن تقضي على حياته يا دكتور. طب والعمل؟ المريض اللي عندنا ده حالته ميؤوس منها، هيعيش على المسكنات لحد ما ينتهي. والتاني لازم نتصل بيه فورا لانه خرج من المستشفى عشان يسافر للعلاج في اوروبا، وبعدين انا مديله علاج مكثف والمفروض يوقف العلاج ده باي شكل. ده لو ما كانش سافر بالفعل يا فندم. انا هكلم الدكتور عاصم وهو هيوصلني بيه حالا. عقبالك يا سناء يا حبيبتي. ميرسي يا طن. خليكي جنبها يا بنتي، دي اول مره اشوفها حاطه. دي مش فاضيالنا الليله دي يا طن، مشغوله بالعريس. ربنا يديم عليهم فرحتهم. ده اهل العريس جايين، عن اذنك اما اروح اقابلهم. اتفضلي يا طن. سناء تعالي. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا استاذ سعيد. الله يبارك فيكي، عقبالك. امال فين بابا؟ مش شايفاه. هناك اهو، قاعد مع مصطفى واساتذه الكليه. هو لحق يعزمهم امتى؟ اكيد بابا ما بينساش حاجه ابدا. اخيرا يا راجل، اخيرا الحلم بقى حقيقه بفضل اصرارنا وحبنا اللي دافعنا عنه للنهايه. ايوه حبيبتي، الاصرار شيء مهم في حياه الانسان. ولولا اصرارنا ما كناش اتجوزنا يا سعيد. فعلا يا راجل. انت سعيد يا حبيبي. انت نسيتي اسمي كمان ولا ايه؟ ما كنتش اعرف ان الفرحه ممكن توصل بيكي للدرجه دي. لا حقيقي قول لي، انت سعيد؟ راجل، طول ما انت جنبي حياتي كلها هتبقى سعاده، مهما طالت او قصرت هبقى في منتهى السعاده. يا حبيبي يا حبيبي، ما تفكرش غير في اللحظه اللي احنا عايشينها. عم بشير رد على التليفون. حاضر يا استهان. سعيد، انت سرحت في ايه؟ لا ابدا يا حبيبتي. هروح منك فين؟ يا ست هانم، في واحد عاوز الدكتور عاصم على التليفون. اهو هناك اهو، اندهله يا عم بشير. الو، مين؟ انا الدكتور حسان من مستشفى التخصصي. اهلا يا دكتور، خير؟ كنت بسأل اذا كان الاستاذ سعيد سافر ولا لا. ابدا يا سيدي، الاستاذ سعيد في الكوشه دلوقتي جنب عروسته. الحمد لله. طب تسمح لي يا دكتور عاصم اجي ابارك له؟ قوي تشرف يا دكتور. وعندي ليه مفاجأة هايلة. خير يا دكتور؟ لا يا دكتور عاصم، انا اللي هقولها له بنفسي. ماشي يا دكتور حسان، احنا في انتظارك. العنوان لو سمحت. فيلا عاصم، شارع 9 المعادي. مع السلامة. اهلا دكتور حسان. استاذ سعيد، اولا انا جاي اهنيك بمناسبة فرحك. الله يخليك. ثانيا جاي اهنيك بمناسبة تانية هتخلي الفرح فرحين. خير يا دكتور؟ في ايه يا دكتور؟ الحقيقة يا جماعة لما جالنا الاستاذ سعيد جالنا في نفس اليوم مريض تاني، وقمنا بعمل نفس الاختبارات للاثنين لتشابه الاعراض، وكانت النتيجة ان احد الاختبارين اكد لنا سلامة المريض، والتاني اكد ان المريض مصاب بمرض خطير. ده كان الاختبار الخاص بسعيد؟ بالظبط، كان ده في اول يوم لوصول الحالتين،
وعلى هذا الاساس كان المريض اللي حالته خطيره هو الاستاذ سعيد. وبعدين يا دكتور؟ في نفس يوم خروجك على مسؤوليه الدكتور عاصم رجع المريض التاني وحالته سيئه للغايه، واجريت له نفس الاختبارات السابقه. والنتيجه كانت نتيجه الاختبار مطابقه تماما لاحد الاختبارين اللي اتعملوا يوم ما جالنا الاستاذ سعيد والمريض التاني. ده معناه ايه يا دكتور؟ معناه يا استاذ سعيد انه حصل خلط بين المريضين. انا مش فاهمه حاجه. استني بس يا راجل يا بنتي، وبعدين يا دكتور؟ الخلاصه ان الاستاذ سعيد سليم تمام وما عندوش اي امراض. الحمد لله. سامعه يا راجل؟ سامعه الدكتور بيقول ايه؟ سامعه يا سعيد يا حبيبي، سامعه. وانا اسف جدا للي حصل، بس ده خطأ غير مقصود. يا ما انت كريم يا رب. سعيد، شفت يا سعيد جالك كلامي؟ انا مش مصدق كده يا سعيد، وشلت حملك التقيل ده لوحدك واحنا ما نعرفش. كده برضو يا ابني؟ ليه يا سعيد؟ ليه يا ابني دريت علينا؟ المهم اني بخير يا ماما. يا راجل انا هعيش يا حبيبتي، هعيش. الله، ايه يا راجل؟ ليه الدموع دي يا حبيبتي؟ دي دموع الفرح يا حبيبي، ده كان احساسي من اول يوم عرفت فيه الموضوع ده. انا دلوقتي اسعد مخلوق في الدنيا. عارفه ليه يا راجل؟ ليه يا حبيبي ليه؟ لاني هعيش عشان اسعدك، هعمل المستحيل علشان سعادتك، لاني مش هلاقي انسانه في اخلاصك وحبك ليا حتى في احرج لحظات حياتي. يا دكتور حسان، انا مش عارف اقول لك ايه. الومك على الخطأ اللي عايش الاولاد في كابوس مخيف، ولا اشكرك لان الظروف اللي عشناها دي غيرت مفاهيم كان لازم تتغير. انا اسف قوي يا دكتور عاصم، ولو الاستاذ سعيد عايز يطمن اكتر لكلامي ده يقدر يجري الفحوص دي في اي مستشفى تاني. انت فكرتني بالمستشفى، انا حجزت تذكرتين لاوروبا عشان سعيد يسافر يتعالج هناك. بسيطة يا دكتور عاصم، ترجعهم تاني؟ ارجعهم ازاي؟ بعد اللي سمعناه دلوقتي يبقى سعيد لازم يسافر. ليه يا بابا؟ هيسافر لوحده؟ وانت معايا يا راجل يا حبيبتي، تقضوا شهر العسل في اوروبا يا حبيبتي.